روح عيش مع الكلاب. الجملة دي بتتقال في تعليقات كأنها إهانة، كأنها شتيمة مفروض تخليني أسكت. بس بصراحة الفكرة دي مش جديدة خالص، دي فكرة قديمة. عارفين مين قالها من أكتر من 1200 سنة؟ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي قال: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا. إن الكلاب لتهدي في مواطنها، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا. فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. يعني إيه؟ يعني الكلب أمان وسند، لكن في ناس مهما عملت معاهم شرهم ما بيهداش أبدا. فالنصيحة: اشتري دماغك واهرب بنفسك من أذى الناس، وصدقني قعدتك مع كلبك أو الكلاب عموما أنظف بكتير من لمة بشر كدابة. ومش الشافعي لوحده على فكرة، سيدنا عمر بن الخطاب قابل أعرابي ومعاه كلب، فسأله سيدنا عمر: ما هذا؟ فالأعرابي قال له: هو الصاحب، إن أعطيته شكر وإن منعته صبر. فقال الفاروق: نعم الصاحب، فاستمسك بصاحبك. فلو شايف إن العيشة مع الكلاب إهانة، فمشكلتك مش معايا ولا مع الكلاب، مشكلتك مع الشافعي وعمر بن الخطاب. مشكلتك مع ناس فهمت إن السعادة الحقيقية في الصدق والوفاء وقلة الأذى.